بحيث ان هي تعتبر الشيء الالزامي للانسان في طول يومه. يعني مثلا دلوقتي لو انا نايمه هصحى ولو الفجر اذن عشان اقوم اصلي، لو انا بشتغل وفي حاجه ضروري لازم تسلم النهارده ومتوقف عليها حاجات كتير جدا وشغل كتير جدا، هسيب اللي في ايديا برضو واقوم اصلي. لو بلعب وفرحانه وكده برضو هسيب اللي في ايديا واقوم اصلي. ده اللي المفروض يحصل، لان الصلاه بطبعها شيء الزامي على الانسان في كل وقت وفي كل مكان ووضع هو بيبقى موجود فيه، بحيث ان هي تبقى تهذب روح الانسان، انه يبقى متعود انه في الوقت كذا في الاذان كذا في قاعدة معينة لازم يعملها، لازم هيقوم يتوضى ويصلي بطريقة معينة، يركع ويسجد 10 ركعات، فلسفة معينة بطريقة معينة بقبلة معينة. يعني الصلاة هي اللي بتقسم اليوم وبتهذب النفس عشان تعرف تجبر نفسك على أي حاجة تانية في حياتك المفروض تعملها، واي حاجه انت عايز تنجح فيها تنجح فيها لما تبقى بتصلي بس. يعني مثلا زي لو انت عايز تعمل اي عمل صالح زي فعل الخير، عايز تعامل زوجتك كويس او بنت عايز تعامل زوجها كويس،